انتوا عارفين ان الست المصرية في الجواز ما كانتش بتجيب أي حاجة خالص؟ كان جوزها بيجيب كل حاجة. المصري القديم كان بيجيب كل حاجة. يا ريت نجدده بقى، نجدد يا ريت نجدد المصري القديم. كان بيجيب كل حاجة في بيته، وكان بيبقى ليها الحق في الميراث، وكان بيبقى ليها الحق في ممتلكاتها وإدارة ممتلكاتها. حتى الطلاق، حتى الطلاق يعني حقوقها مكفولة. يعني لو هو اللي غلطان وهو اللي بيطلقها بيديها كل حقوقها، لو هي اللي عايزة تتطلق فبرضه ما كانش القانون بيظلمه. فلكم أن تتخيلوا إن إحنا بنتكلم على قوانين من 7000 سنة حمت المرأة. كان ليها حق الميراث، ممنوع التعنيف. أنت لما تعنف مراتك في مصر القديمة كانت مصيبة. حتى الزنا، سواء الراجل أو الست، كان القانون بيعاقب على الزنا من كلا الطرفين.